السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يلا بقى النهاردة هنعمل مع بعض الشاورما بطريقة سهلة قوي. شايفين الجمال بقى والحلاوة؟ دي فراخ، دي صدور فراخ. تمام. هقطعها شرايح رفيعة كده، قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. وبصل قطعته برضو شرايح، وفلفل الوان، وطماطم. بس هي دي الحاجات اللي انا هحتاجها في الشاورما، والبهارات بقى بتاعت الشاورما، وفلفل اسود وملح. بس مش محتاجة اكتر من كده. هنزل بمعلقتين زيت، وممكن معلقة سمنة ومعلقة زيت. هسخنهم كويس قوي. هنزل بقى بالفراخ. تمام، لازم يكون النار عالية. علشان ايه بقى؟ علشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها، لان انا كنت موطية الاول النار، فعملت معايا كده، نزلت المية بتاعت الفراخ. فيفضل ان احنا نعلي النار عشان الفراخ تحتفظ بالسوائل بتاعتها وما تنزلش المية بتاعتها. هنزل بقى البصل اول حاجة، واقلب بقى كده. طبعا انا مش عايزه الخضار يتهري، ولا عايزاه يدبل قوي. انا عايزاه بس كده ايه، يعمل طعم كده مع الفراخ بس. هو بيبقى طعمه جميل قوي هو كده. لكن لما بنسيبه بقى يتهري فيها وكده بيبقى طعمه وحش قوي، وبيتهرى وبيفقد القيمه الغذائيه بتاعته. هنحط بقى الفلفل الالوان كمان. ممكن اي لون بقى انت بتحبيه، يعني لو انت عايزه تحطي نوع واحد بس تمام. انا كنت حاطه 3 الوان، فانت لو حابه تحطي اي لون واحد براحتك جدا. طماطم برضو. كمان طماطم بقى دي بحطها اخر حاجه عشان ما تتهريش. هبدأ بقى اقلب كويس، وهحط بقى ايه، ملح وفلفل وبهارات فراخ، بهارات شاورما. بس هي دي الحاجات اللي انا هحطها، وممكن برضو لو احنا حابين نحط شوية كمان من بهارات الفراخ. هقلب بقى ويطلع الشكل القمر ده. يلا بقى، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.